Ciao ragazzi, come state؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كون سارة عشان نكمل الكورس اللي ابتديناه. بس قبل ما نشوف حلقتنا ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان لايك لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده. ونشوف حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه. بتتكلم بقى عن الفرق ما بين الايه والايه. الايه اللي هي أداة ربط عادية اسمها كونجونسيوني، يعني أداة ربط ومعناها والايه اللي هي يكون فيربو اسر لما بيتصرف في البريزنت في المضارع مع اللوي واللاي بيبقى تصريفاته ايه. عشان اقدر افرق بينهم كويس جدا لازم افهم الجملة اللي انا بحل عليها واشوف اذا كان المعنى بتاع الجملة ايه أداة ربط ولا ايه فيربو اسره. تعالوا نشوف مع بعض التمرين اللي عندنا في كتابنا فاتشلي ونتعرف اكتر على الفرق ما بين استخدام الايه والايه. زي ما انتوا شايفين في الكتاب بيقول اتنتو، التنبيه ده بيقول فيربو اسره. الايه اللي عليها اتشنتو اللي عليها شرطه دي اسمها اتشنتو، ده فيربو اسر يكون اللي احنا قلنا عليه ازامبيو يعني مثال. لوي ايطاليانو يعني هو يكون ايطالي. ينفع اقول هو وايطالي؟ ترجمة ما تنفعش، فانا كده لما بفهم الجملة بعرف ان ده يكون. الجملة التانية اللي هي ايه كأداة ربط كونجونسيون يعني أداة ربط بمعنى والإزامبيو اللي مديهولي un film in bianco e nero. un film يعني فيلم in bianco e nero يعني أبيض وأسود، يبقى هنا ايه نيرو جت فطبعا ما ينفعش أقول أبيض يكون أسود. فمن الترجمة بتبقى سهلة جدا، والناس لو بتتملق وبتسمع جمل من حد أو حد بيمليها وهي لسه بادئة في اللغة، على طول لو فهمت المعنى هتبقى عارفة هي بتكتب ايه ولا ايه. اوكي، تعال نشوف بقى الإزرشيتسيو اللي قدامنا ده بيقول سكريفي يعني اكتب ايه oppure ايه. oppure بمعنى أو، يعني اكتب الايه بتاعت فيربو اسر أو الايه بتاعت أداة الربط هسيب لكم وقت تجاوبوا الإجابة لوحدكم. لو حسيتوا إن الوقت قليل وقف الفيديو، حل التمرين لوحدك وبعد كده راجع معايا إجاباتك. نمرو 1. Maria puntini Francesca sono sorelle. هتبقى ماريا فرانشيسكا sono sorelle. ماريا وفرانشيسكا يكونوا أختين. نمرو 2. جوفاني puntini muratore. جوفاني ده اسم ولد، موراتوري يعني عامل بناء. يا ترى هقول يكون ولا هقول عامل بناء؟ طبعا يكون، فهتبقى جوفاني بالأتشنتو muratore. نمرو 3. vorrei un caffè buntini una pasta. يا ترى ايه؟ عايزة اقول انا عايز قهوة، يا ترى يكون ولا una باستا مكرونة؟ واضحة جدا، هتبقى برافو عليكم ايه اللي هي أداة الربط كونجونسيوني. vorrei un caffè e una pasta من غير الأكسنتو. 4. il limone buntini giallo. تمام، الليمونة giallo. giallo يعني يكون أصفر، فأنا هنا استخدمت فيربو essere عايدة على الليمون، فعشان كده صرفتها مع اللوي واللاي. 5. il bagno buntini la cucina sono sporchi. il bagno يعني الحمام، المطبخ يكونوا مش نضاف، سبوركي يعني غير نظيف. هتبقى برافو عليكم il bagno e la cucina sono sporchi. برافي. اللي بعد كده نمرو 6. mi puoi dire che ora؟ يعني ممكن تقولي كي اورا يعني الساعة كام. عايزة اسأل عن الساعة، السؤال ده خدناه قبل كده. كي اورا ايه، ما ينفعش اقول كي اورا ايه. برافو عليكم. 7 هتبقى بونتيني كوازي ميزو جورنو، يعني تقريبا منتصف النهار، منتصف اليوم. يبقى كوازي ميزو جورنو يعني انها او تكون منتصف اليوم، لو برضو برد على سؤال الساعة. آخر واحدة عندي mi piacciono le foto in bianco puntini nero، يعني أنا بحب الصور اللي عايزة أقول أبيض
لسه قايلينها في المثال فوق، واسود هتبقى in bianco e nero اللي هي ايه كونجونسيوني أداة ربط مش اللي عليها أوتشنتو. يا ترى بقى جبتوا كام من ال8؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كل واحد خد كام من 8. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، وانتظروني في فيديو جديد. معاكم سارة البحيري. الله بروسيمو، تشاو تشاو.